بقول لكم ايه، هو انهي احسن، تعيش كوحش ولا تموت كرجل صالح؟ تعالوا نشوف بطلنا اختار ايه. بيبدأ فيلمنا بالاخ ده اللي بيكون اسمه تيدي، وبنعرف انه محقق وجاي مع زميله. ايوه هو ده تيدي. بيكون عنده دوران بحر وبيقول لزميله على فكرة انا جامد وما يغركش الدوران ده. وبنعرف انهم اول مرة يحققوا مع بعض، خليكوا فاكرين النقطة دي. وبنعرف برضو ان تيدي كان متجوز بس مراته ماتت محروقة في بيتهم. بيوصلوا الجزيرة دي اللي بيكون فيها مستشفى الأمراض العقلية للمجرمين، وهم لسه داخلين من البوابة حارس الأمن بيصدمهم. هو بيقول لهم أنا عارف إنكم محققين، بس الأسلحة بتاعتكم دي تسيبوها هنا. طبعا تيدي بيعترض وبيقول له بص انت هنا في مملكتنا، فاخلص بقى وما تضيعش وقتنا. بيروحوا على الراس الكبيرة وهو دكتور كولي، وفي طريقهم بيحصل نظرات غريبة من المرضى مع تيدي، وبيوصلوا لدكتور كولي اللي بيبقى مصمم ان المجرمين دول مرضى وبس. لكن تيدي بيعترض وبيقول له لا، دول مجرمين مش مرضى. بنعرف انهم جايين يحققوا في اختفاء مريضة اسمها ريتشل اللي غرقت عيالها التلاتة في البحيرة. وبنلاقي ان تيدي بتجيله تخيلات فبيصدع وبياخد اسبرين من الدكتور وبيروح لأوضة ريتشل، وبيعرفوا انها كان مقفول عليها كويس، حتى الشباك عليه حديد وكمان الجزم بتاعتها موجودة، يعني هي دلوقتي حافية. ووسط كل ده بيلاقوا ورقة مكتوب فيها قانون 4 من رقم 67. ده ايه وتقصد بيه ايه ما نعرفش، وحتى الدكتور ما يعرفش. وبيتمشى في الطرقة وبيعرف تيدي ان ريتشل مش قابلة الواقع بتاعها وبتتعامل على انها في بيتها ودول جيرانها والحياة عادية جدا. بيروحوا يدوروا عليها في الجزيرة بس بيعرفوا ان استحالة تكون لسه عايشة علشان في عواصف وصخور ومد وجزر، وكمان هي حافية يعني استحالة تكون عايشة. وبالليل بقى بيجتمع تيدي مع كل الممرضين والحراس اللي شافوا ريتشل قبل ما تختفي، وبيعرف انها كانت في جلسة علاج جماعي. فبيطلب يقابل الدكتور اللي عمل الجلسة دي، فبيعرف انه نزل اجازة. فبيستغرب تيدي اللي هو ازاي اجازة بعد هروب مجرمة، فبيروح فعلا علشان يتصل بيه، بس بيلاقي ان التليفون فيه مشكلة. فبيروح عند الدكتور في بيته وبيكون في موسيقى شغالة، ومع ارتفاع صوت الموسيقى بيشوف تيدي نفسه لما كان جندي في الحرب. وبنرجع تاني للبيت وبيطلب تندي الملفات الخاصة بالعاملين، بس دكتور كولي بيرفض ده، وكالعادة بيعترض تنجي وبيقعد يزعق ويقول خلاص احنا مهمتنا انتهت ومسافرين بكرة بما انكم مش عايزين تساعدونا. بيروح تندي وصاحبه يناموا، بس تندي بيحلم بمراته وبيقول لها هو انت حقيقية؟ فبتقول له لا، وبتعرفه ان ريتشل لسه موجودة هنا وبتقول له ما يسافرش. فبيطلب منها انها تفضل موجودة شوية، بس بتقول له انا ميتة يا تندي، عيش في الواقع شوية. بيصحى تندي من نومه وبيلاقي العاصفة اشتدت، فبيقرر انه هيستنى ومش هيسافر. بيروح لدكتور كولي وبيطلب منه انه يقابل المرضى اللي كانوا مع ريتشل في الجلسة. فبيستغرب الدكتور بيقول له ان ريتشل رافضة الواقع علشان مش قادرة تسامح نفسها. فبيتعصب تندي عليه كالعادة، وفعلا بيجتمع تندي مع المرضى. بس في واحدة لما سألها تندي عن الدكتور اللي عمل لهم الجلسة بصت كده لصاحبه باستغراب وقالت له لطيف، وطلبت من صاحبه كوباية مية. وفجأة سحبت الورقة من تندي وكتبت فيها حاجة، وسألها هو انت عارفة حد اسمه أندرو؟ قالت له بخوف لا. صاحبه بيسأله هو مين أندرو اللي بتسأل عليه ده؟ فبيقول له ده اللي حرق مراتي. وبنعرف ان الكلمة اللي كتبتها المريضة اهرب، وبنعرف ان تندي مش هيقتل أندرو لو شافه علشان كان في الحرب وزهق خلاص من القتل والجثث. وبيقول تندي إن المستشفى هنا بتعمل تجارب على العقل بتخلي الناس يقلبوا وحوش، لدرجة إن واحد خرج وقتل 3 أشخاص وهو هنا علشان يثبت ده. وبيروحوا المستشفى وبياخدوا هدوم زي بتاعة الممرضين علشان لبسهم اتبل. وبيقول صاحب تندي هو انت فاكر انك انت اللي جيت هنا بمزاجك؟ لا، دول هم هنا اللي جابوك علشان عارفين انك عرفت عنهم كل حاجة، وخلي بالك هم مش هيسيبوك تخرج من هنا. بنلاقي تندي دخل على الدكاترة وبيقول لهم انتوا عاوزين تعرفوني انكم ما تعرفوش ان ريتشل قصدها من الرسالة دي ان في مريض رقمه 67 وانه مش متسجل في الاوراق دي بس هو عندكم. دكتور كولي بيفاجئه وبيقول له اسكت، مش احنا لقينا ريتشل هنا في المستشفى؟ فبيروحوا لأوضة ريتشل وفعلا بيلاقيها وبتبقى فاكرة انها في بيتها، وفجأة بتفتكره جوزها وبتهجم عليه، بس الله يكرمهم لحقوه. وتيدي بيتعب وبياخد برضه سبرين من الدكتور، منين شاكك فيهم ومنين مسلمهم نفسه كده. بيحلم بالبنت الصغيرة ومامتها بيبصوا عليه طول الفيلم، بيحلم بيهم وبعدين بيحلم باللي حرق مراته، وبيشوف الناس دي والست بتطلب منه يساعدها، والبنت بتفضل طول الفيلم تقول له انقذني. والحمد لله بيصحى عمنا تندي، بس بيحصل هرجله في المستشفى. فتندي وصاحبه بيروحوا على المبنى الثالث، وده اللي بيبقى شاكك ان فيه اللي حرق مراته. وفجأة تندي بيتوه من صاحبه
وبيمشي في ممر غريب زي اللي انتوا شايفينه، وبيروح لواحد في الأول بيفتكروا حرق مراته، بس بيطلع واحد تاني ويقعد يقول له كل دي لعبة وانت مفيش حد معاك، اوعى تكون فاكر نفسك هتخرج من هنا. تنجي بيقول له لا انا هخرج من هنا، انا محقق. فبيقول له ابقى قابلني، والحمد لله بيلاقي صاحبه وبيتمشوا، وصاحبه بيقول له انا لقيت الورقه اللي بتقول ان اللي حرق مراتك في المستشفى هنا، بس ما بيهتمش تنجي. وبيقول له انا هروح المناره دي واعرف بالظبط ايه اللي بيجرى. وبيتخانقوا وبيشك تنجي فيه، وبيقرر انه يروح لوحده وما بيعرفش يوصل للمناره، وبيروح يدور على صاحبه وبيلاقيه واقع من الجبل. فبيقرر انه ينزل تحت علشان يشوفه، لكن لما بينزل مش بيلاقيه، وبيوصل لكهف فيه واحدة وبتطلع انها ريتشل الحقيقية، وكانت دكتورة في المستشفى واتهموها بالجنون وقتل ولادها. ولما كشفت حقيقتهم حذرته انه ما ياخدش حاجة منهم، لا اكل ولا سجاير ولا ادوية، وقالت له خلي بالك هيعملوا معاك زي ما عملوا فيا، وقالت له ما تثقش في حد خالص. وبيسيبها وبيرجع المستشفى تاني، وبيقابل دكتور كولي، لكن بيقول له دكتور كولي انت بتتكلم بصيغة الجمع ليه؟ انت جاي هنا لوحدك. وهنا ابتدينا. بيفضل يتخيل في الست وبنتها، وتفضل تقول له انقذني، وهو مش فاهم في ايه، بس بيقرر علشان يفهم كل حاجة ويلاقي كمان صاحبه يروح المنارة اللي بيبقى متأكد فيها انه هيفهم كل حاجة. بس مراته الميتة بتظهر له وبتقول له ما تروحش هناك، لو رحت عمرك ما هترجع البيت تاني. بس بيصمم وبيروح، وفي الطريق بيقابل بتاع الأمن ده وبيضربه وبياخد منه البندقية. وصل فعلا للمنارة، وهو بيفتح الأوضة بيلاقي فيها دكتور كولي اللي بيقول له كنت فاكرك هتيجي أسرع. فتنجي بيقول له فين اللي حرق مراتي؟ أنا متأكد إنه هنا. وفين صاحبي؟ قال له الدكتور أنت جاي لوحدك هنا، مش معاك حد. هوب بيدخل علينا صاحبه اللي بنتفاجئ كلنا انه يبقى دكتور في المستشفى، لا هو كمان هو المسؤول على حالة تنجي. فاكرين الدكتور اللي كان مسافر اجازة في الاول؟ طلع هو ده الدكتور. طبعا تنجي بيرفض كل ده، لكن دكتور كولي بيفكره انه كان ليه 3 اولاد، والبنت اللي بتجيله بتقول له انقذني دي بنته، بس هو طبعا بيقول له التخيلات دي بقى من الادوية اللي بتديها لي. وبيكمل الدكتور، وفعلا بنعرف ان تنجي عنده حالة عدم تصديق للواقع علشان مش قادر يسامح نفسه بانه ساب مراته في الاكتئاب وما حاولش يعالجها لغاية ما غرقت ولادها ال3 في البحيرة، وراح هو كمان قتلها. فاكرين ريتشل؟ بالظبط نفس حالتها عدم تصديق للواقع. وبنعرف ان كل اللي اتفرجنا عليه ده كان تمثيلية من دكتور كولي علشان يساعده انه يتقبل الواقع، بدل ما يعمل عملية خطيرة في مخه تتسبب في انه يمحي هويته وذاكرته للابد. وفعلا خلاص تنجي بيعترف بحقيقته وبيسلم للامر، وفي الاخر الدكتور بيقول له انت مين؟ لكن تنجي بيقول له انا المحقق. فبيدي اشاره كده انه مفيش فايده فيه وانه لازم يتعمل له العمليه، وهم جايين عليه. فتنجي بيقول له هو انهي الاحسن، انك تعيش كوحش ولا تموت كرجل صالح؟ وهنا بنعرف انه قرر انه يتعمل له عمليه تمحي هويته وممكن كمان تموته علشان ما يعيش باحساس الذنب ده. بس برضه ممكن يكون اختار ده لانه فعلا المحقق، وهم فعلا جننوه زي ما الدكتوره اللي قابلها في كهف قالت له هيجننوه وهيقولوا لك ان عندك اولاد، وده فعلا اللي حصل. قولوا لنا انتوا بقى مصدقين ايه، انه فعلا محقق وهم جننوه، ولا فعلا مريض في المستشفى ورافض الواقع؟